معسكر الاهلي للموسم الجديد. انا مش جاي اقول لك اخبار صفقات وكواليس وتسريبات، انا جاي اتكلم معاك عن احتياجات الاهلي الفنيه وايه المراكز اللي محتاجه تدعيمات. اول حاجه بس عشان نبقى عارفين ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، الاهلي هيرجع للتدريبات يوم 14/7 اللي هو يوم الاثنين بعد راحه سلبيه تقريبا 18 يوم. الاهلي هيتمرن لمده 4 ايام في القاهره وبعدها يسافر تونس يوم الجمعه عشان بدايه المعسكر. في خلال المعسكر الاهلي هيلعب 3 ماتشات، اول ماتش يوم 21 مع الملعب التونسي، ثاني ماتش يوم 25 مع شباب بلوزداد بعد ما الترجي اعتذر، ثالث ماتش يوم 28 مع النجم الساحلي التونسي بسبب احتفال النجم بالمئويه بتاعته اللي هي 100 سنه على تاسيس النادي. قبل ما نتكلم عن الاحتياجات الفنيه تعال نشوف الصفقات الاهلي حسمها بشكل نهائي. الاهلي حسم ياسين مرعي مدافع فاركو، احمد رمضان بيكم بشكل نهائي من سيراميكا، وفي كلام ان محمد شكري خلاص خلص من سيراميكا برضه والاعلان خلال الايام الجايه، وكان في كلام اليومين دول عن اوجستين منصور اللاعب الارجنتيني من اصول فلسطينيه اللي بيلعب في الدوري الباراجوايني. في حاجات غريبه اول واحد بيشوفها زي الكلام مع احمد حسن كوكا واحمد حجازي. فتعال احنا بقى نتكلم بمنتهى المنطقيه عن الصفقات اللي الاهلي محتاجها فعلا. مشي من عندك في نص الملعب اكرم للشمال القطري، السوليه وندفد اللي بنسبه كبيره هنشوفهم خلال الايام الجايه في سيراميكا، احمد رضا اللي بنسبه كبيره هيطلع عاره. فانت مشيت 4 لعيبه وجبت قصادهم ديانج بس اللي رجع من العاره. ده لو قلنا ان هو بجانب كباكا اللعيب الصغير اللي ممكن ريبيرو يعتمد عليه الفتره اللي جايه، لان احنا شفنا الراجل مع اورلاندو بايرتس بيعتمد على الشباب الصغير. بس انا من رايي ان احنا لسه محتاجين لاعب او 2 كمان في نص الملعب عشان يدي لك عمق في السكواد ويبقى عندك تنوع في نص الملعب. ده كمان عشان الموسم طويل وبتلعب في افريقيا وفي لعيبه بتقع منك في نص الموسم عادي. فسواء هتجيب اوجستين منصور او حامد حمداني اللي الدنيا والعه في 100 عقبه بسببه، انا شايف ان احنا محتاجين 2 لعيبه او واحد حتى على الاقل في نص الملعب، عشان زي ما قلت لك الموسم طويل وممكن في لعيبه تقع منك. نيجي بقى الحته انا عايز اتكلم فيها بصراحه وده رايي وانت ممكن تختلف معايا عادي. انا شايف ان الاهلي محتاج جناح يمين اشول بيلعب برجليه الشمال، لان الثلاثه اللي عندك اللي هم زيزو وحسين الشحات وطاهر الثلاثه بيلعبوا برجليهم اليمين، فيعني الخطوره كلها ان هو هيبقى على الخط ويعمل عرضيه. وممكن نشوف غير كده ونشوف ان زيزو بيضم للعمق زي ما كان بيحصل في كاس العالم، وان الباك اليمين هو اللي بيبقى ماسك الخط. لكن انا من وجهه نظري شايف ان الاهلي محتاج جناح يمين بيلعب برجليه الشمال، حتى لو تحت السن او فلسطيني اي حاجه، بس والنبي نبعد بس عن نوعيه كريستو والاشكال اللي احنا كنا بنجيبها دي. ويا سيدي لو مش هتجيب حد خلي عندك محمد عبد الله وبلاش تطلعه عاره، عشان احنا شفناه وعرفنا ان عنده الجرأه والراجل بيروح على الجول وممكن ياخد فرصته مع ريبيرو عادي. ودي وجهه نظري بصراحه. انا شايف ان احنا محتاجين جناح يمين بيلعب برجليه الشمال. نروح بقى لاهم مركز واكتر مركز فيه كلام واكتر مركز عامل صداع وهو الدفاع. زي ما قلنا الصفقه الوحيده اللي يعتبر الاهلي حسمها وهي صفقه ياسين مرعي. هل ده كفايه؟ انا شايف من وجهه نظري لا. وزي ما الكلام طلع الفتره الاخيره ان في عروض لاشرف داري من السعوديه ومن غيره، طب ما انا شايف ان احنا نبيع اشرف داري. يعني يبيع اشرف داري، لان اشرف داري زي ما شفنا مش المدافع اللي هيعرف يعوض عبد المنعم، ومش اللعيب اللي كورته حلوه قوي وبيعرف يطلع بالكوره وان انت تعتمد عليه في بناء اللعب. فانا شايف ان انت تبيع اشرف داري ونجيب واحد زي الاسامي اللي طلعت ومطروحه في السوق دلوقتي، زي علي يوسف المدافع بتاع الافريقي التونسي المدافع الليبي، زي علاء غرام المدافع التونسي اللي بيلعب في شختار الاوكراني. في اسامي كتير احلى من اشرف داري وارخص من اشرف داري واصغر في السن من اشرف داري بكتير. فاي واحد من الاثنين اللي انا قلتهم دول سواء علي يوسف او علاء غرام او اي حد تالت تيم السكاوتنج شغال عليه، بس يكون بيخدم طريقه لعب الراجل ويكون فعلا بيعرف يطلع بالكوره وبيعرف يبني لعب، علشان ما نروحش تاني نجيب لعيبه بنوعيه اشرف داري. وعندك حل تاني لو مش هتجيب مدافع اجنبي وقلت مثلا هوفر المكان ده للباك الشمال وممكن تجيب حد مدافع مصري كويس في المكان ده، بس والنبي نبعد عن احمد حجازي عشان الكلام اللي طالع ده، لان احنا قلنا بننزل بمعدل الاعمار. ما هو لو مش كده بقى كنت تسيب السوليه، يعني طالما انت مشيت السوليه ليه؟ فالمدافعين المصريين من وجهه نظري ما عندكش غير 2 كويسين قوي اللي تعرف تجيبهم وسنهم صغير، عمر فايد واياد العسقلاني. فانت لو عرفت تخلص واحد من الاثنين دول او عرفت تخلص حتى مدافع فلسطيني، ساعتها بقى ممكن تجيب باك شمال بكواليتي عالي يقدر يعوض معلول. فالخيارين دول في ايدك، ان انت تمشي داري وتجيب مكانه مدافع اجنبي، او تمشي داري وتجيب واحد مصري او فلسطيني وتجيب بدل اشرف داري اللي هو واخد مكان اجنبي تجيب مكانه باك شمال في مركز برضه انا شايف ان هو مهم ومحتاج تدعيمات، اللي هو الباك اليمين. محمد هاني بيعمل عرضيه او 2 صح في الموسم كله، فيا ريت يعني الناس تكون باصه لمركز الباك اليمين ده ويكون في دماغهم خيارات كويسه بدل احمد عيد واحمد هاني والاسامي اللي احنا بنشوفها. في لاعب بقى انا ما اعرفش ما حدش بيجيب سيرته ليه يا جماعه، هو فين كريم فؤاد؟ هو الراجل ده معانا ولا طالع في الصفقات التبادليه؟ طب الراجل ده اتعرض على ريبيرو؟ طب اللي عرض كريم فؤاد على ريبيرو وقال له ان هو جناح ولا ظهير؟ ما احنا ما حدش بيجيب سيرته خالص وما اعرفش الراجل مكمل ولا لا.
فانا بصراحه مركز الباك اليمين ده انا ما اعرفش مين هيلعب. طب عمر كمال ماشي، ولا كريم فؤاد خلاص مكمل، ولا يطلع في صفقات تبادليه، ولا هو محمد هاني برضه هيفضل مكمل في المكان ومش هنجيب حد؟ فانا ما اعرفش بصراحه. ايا كان اللي يحصل انا شايف ان احنا محتاجين باك يمين مكان محمد هاني. ولو هنتكلم بقى عن بيع وسام، فالاهلي بيتعامل بمنتهى الاحترافيه. انا عندي لاعب مقدره ب 10 مليون، هات يا اسامه ال 10 مليون طالما انت عايز تمشي، هات عرض ب 10 مليون وانا همشيك. اللاعب لسه فاضل في عقده 3 4 سنين، وانا مش همشيه باقل من المبلغ اللي انا حاطه، سواء بقى العرض الامريكي، العرض القطري، ايا كان هو ايه، هات الرقم وانا همشيك. فانا شايف بصراحه ان الاهلي بيتفاوض كويس قوي في صفقه وسام. انا ما عنديش مانع ان انت تمشي، بس هات عرض بالرقم اللي انا حاطه وانا هسيبك تمشي. اخر لاعب بقى هنتكلم عنه هو احمد عبد القادر، اللي بنسبه كبيره رايح الحزم السعودي، وبنسبه كبيره اكتر بعدها السنه الجايه هنشوفه في الزمالك. واحنا كجمهور الاهلي مش فارق لنا بصراحه احمد عبد القادر هيروح الزمالك ولا لا، لان اللاعب ده عقليته مش احسن حاجه. لكن اللي فارق لنا احنا كجمهور ان انا هستفاد منك ماديا، لكن انا مش هسيبك لما عقدك يخلص وتروح للزمالك ببلاش زي ما حصل في صفقه زيزو. دي كانت وجهه نظري، ولسه عندنا حلقات تانية لما نشوف الصفقات الجديده اللي هتيجي ونبدا نحكم عليها وان كانت هتخدم فعلا طريقه لعب ريبيرو ولا لا. وبس كده، كان معاكم ابراهيم حسن.